السلام عليكم. النهارده حصل معايا موقف كده حبيت احكي لكم عليه. كان في حد باعت لي ايميل في الشغل وعمال يلحقني عليه، وانا بقول له ان الايميل ما جاش. فلما قعدت ادور عشان هو مصمم ان هو بعت الايميل، فلقيت الايميل موجود في الجانك او السبام فولدر، لان ما كانش حاطط له تايتل. فضروري جدا تخلي بالكم اي ايميل بيتبعت لازم يكون محطوط له سبجكت او تايتل للايميل. لازم يبقى مكتوب، يا سلام لو المكتوب بشكل صح كمان، اللي انت بتحط في الاول اسم مثلا الشركه اللي بتعمل معاها، اسم المشروع، ولو في مشاريع كتير بعد كده تكتب مثلا الموقع المحدد اللي انت بتتكلم عنه، او هو معماري او انشائي او كذا. وبعدين اخر حاجه تكتب الموضوع اللي بتتكلم عنه، حتى لو مش بس في المشاريع، حتى لو انت مثلا بتتعامل مع شركة معينة لصيانة بيتك او فيلتك او ايا كان. بتكتب في الاول مثلا شقة رقم كذا 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 شرطة، مثلا بلمبنج او عمل سباكة شرطة، مواسير الحوض مثلا ضربت. وبعدين تبدأ تشرح في الايميل ايه مشكلتك وكده. فبكده تقدر توصل بسهولة ال من اول بصة على الايميل مين اللي بيبعت الايميل وايه المشكلة، ويقدر الناس توجهها للشخص المطلوب يعني. فمعلومة على السريع أتمنى تكون تفيدكم إن شاء الله، وخلي بالكم بقى من السبام فولدر. يلا، مع السلامة.